بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الإنسانية معلمنا وقدوتنا خير الأنام سيد البشرية وعلى آله وصحبه أجمعين. من ضمن الكومنتات السلبية اللي جات لي على الفيديو اللي أنا بتكلم فيه وبقول أنا بيتي مفتوح لك أخي السوري العربي الحر، والله وأنا ما زلت على كلمتي وعلى عهدي وعلى وعدي معكم بلاد العرب أوطاني. من ضمن الكومنتات السلبية أخي الفاضل وأختي الفاضلة، واحد بيقول أنت بدل ما أنت قاعد بتنظر وقاعد تقول بيتي مفتوح لك والسوريين وأنت مع الفكر إن هم يفضلوا في بلادهم، روح شوف سياستك وسياسة بلدك وشوف رئيسك وشوف أنتوا عملتوا إيه في النيل بتاعكم وشوف عملتوا إيه في الجزيرتين بتاعكم وشوف أنتوا عملتوا إيه في سياسة بلدكم كده. فأنا حابب إن أنا أرد عليه، يعني زي ما أنا رديت على إخواتي السوريين حفظهم الله ورعاهم أينما كانوا وأينما حطوا وأينما رحلوا، أرد برضو على من اغتاب بلدي وأهل بلدي وسياسة بلدي. أيها النكرة، لأنك أنت يعني حتى لم ترقى إلى المستوى اللي إن أنا أناديك فيه باسمك، لأنك نكرة وحشرة. أيها النكرة، أنت مالكش دعوة بسياسة مصر. سياسة مصر دي أنت مالكش دعوة بيها، أنت مش سياسي ولا أنا سياسي. سياسة مصر ليها حكامها، حاكمنا سواء كان سيء أم حسن أم هو رئيسنا، ونحن نحترم رئيس بلدنا أيا كان. اما بالنسبه لسياسه البلد ان احنا ادينا النيل او ادينا الجزيرتين او انت مالك انت ومال سياسه مصر؟ سياسه مصر ما تشغلكش. ارجع كده للكتب وللتاريخ، شوف ربنا قال ايه عن مصر وعن اهل مصر. انت بتقول انتوا كلها مش عارف كام فتره والنيل بتاعكم يجف وما تلاقوش تشربوا. ما هو انت لو كنت قرأت في القرآن وقرأت في سير الصحابة وقرأت في سنن الرسول صلى الله عليه وسلم كنت عرفت ان مصر اهلها في رباط الى يوم الدين. كنت عرفت ان ربنا قال وخير اجناد الارض في مصر. كنت عرفت ان ربنا قال ادخلوا مصر بسلام امنين. كنت عرفت ان مصر ربنا قال عليها ان هي هتفضل محفوظة الى يوم الدين. لكن بما انك انت جاهل بالتاريخ وجاهل اذا كان انت ما تعرفش يعني الدين قال علينا ايه وقال عليكم انتوا ايه. انا مش هذكر اسم بلادك لان انت احقر ونكره ولم ترقى الى المستوى ان انا فيه اناديك باسمك وباسم بلدك. ولكن الاديان قالت عليكم ايه؟ قالت عليكم بقايا عاد وبقايا ثمود. اسمع انت دي، كنت تعرف انت الحكايه دي؟ قالت عنكم ايه تاني؟ قالت عنكم أنكم قصار الخدود لئام الجدود. لو فضلنا نحكي عن مآثر كل بلد وكل تاريخ وكل عبق هتلاقوا ان مصر دي فوق خالص، فوق عالية فوق مهما عملتوا ومهما سويتوا. مصر دي التاريخ، مصر دي انا عايزك بس انت وانت قاعد مع نفسك او انت قاعد في الحمام وانت قاعد مع امك ولا اخواتك ولا اي حد وسمعت صوت لا 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 تدي تعظيم سلام غصب عنك، تضرب تعظيم سلام غصب عنك لمصر ام الدنيا، تديها تعظيم سلام وتقول فعلا انت يا مصر ام الدنيا. كل ما تسمع هذا اللحن لا 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 تدوا تعظيم سلام. ولعلمك لو انت عايز المصريين خريج الميرد ديو هتلاقيهم خريج الميرد ديو. عايز المصريين تشوفهم عربجيه وحناتير وسواقين تكاتك هتلاقيهم. زي ما انت عايز هتلاقي. مصر دي جمعت من كل بلدان العالم وعملت تاريخ وعبق. انت وامثالك لن ترقوا ولن تصلوا الى مستواه. مالكش دعوه بسياسه مصر تاني مره يا ابني.